السلام عليكم. اسم الدخيلة اسكندرية. اسمع. وعليكم ورحمة الله وبركاته. آن الأوان إن أنا أطلع أتكلم يا جماعة. أنا بتقدم باستغاثتي إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بنت الممرضة نعمة مهدي، اسمي ليندا البنداري، طالبة في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة اسكندرية، وكنت من أوائل الثانوية العامة وتم تكريمي من قبل المحافظ، وكنت الأولى على إدارة العجمي للمدارس الخاصة. ويعني الحمد لله احنا غلابة بس محترمين. انا هختصر عليكم مش هطول. النهارده الصبح كلم ماما شخص من اسم الدخيلة، من العاملين بيشتغل في اسم الدخيلة يعني. تمام. وقال لماما المخطط اللي بيدبره الرائد محمد عامر عبد الوهاب بالتعاون مع أندرو الخواجة برعاية اسم الدخيلة. ايه هو المخطط يا جماعة؟ المخطط كالآتي: ان ماما تنزل من بيتها، ياخدوها في الشارع، يقبضوا عليها، يركبوها الميكروباص الاحمر اللي مجرش تحت البيت عندنا من ساعة ما نزلنا الفيديو بتاع الضابط، ورقمه رقم نمرة العربية س د ن 1428. طبعا الضابط اثناء مأمورياته هو مظبط نفسه طبعا ومظبط مأمورياته، اشتبه في نعمة مهدي فقبض عليها. فسبحان الله لقى معاها 2 كرتونة أدوية مخدرة، حيازة 2 كرتونة أدوية مخدرة، وحيازة مخدر تاني مش هقدر أقول اسمه اللي هو اللي لونه بني ده. تمام. فتتحول أمي بكده من كاشفة لفساد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق الدكتور محمد ضاحي اللي تمت إقالته من قبل وزير الصحة من يومين. تتحول أمي من كاشفة للفساد لمجرمة وتاجرة مخدرات. والاعلام طبعا اللي بقاله يومين ساكت ومحدش طلع يتكلم ولا حد طلع قال خبر اقالة الدكتور محمد ضاحي، هيطلع يتكلم ويصيح وهيتوصوا قوي كمان. طب انا بقى بنت 19 سنة وبطالب وزير الداخلية يطلع يرد عليا هيعمل ايه مع الضابط ده. طب انا امتحاناتي هتبدأ يوم السبت 16/11، انا انزل امتحاناتي ازاي؟ طب ولو نزلت هيمسكوني عشان تضطر ماما تنزل وهتنزل امي لبست كده. تمام. طب الشباب اللي زي يا ريس يطمنوا على مستقبلهم ازاي؟ يعني اسم الدخيلة. اسم الدخيلة ياللي مفيش فيك ظابط عنده شرف ولا نخوة. يعني هي الست طلعت كشفت فساد واحد فاسد منكم، خلاص رحتوا مجهزين لها القضية ومستفين لها القضية ومجهزين لها كل حاجة. انتوا مش عايزين تحترموا نفسكم ولا تجيبوها لبره معانا؟ يعني هو كل اللي يطلع يكشف واحد فاسد في البلد القضية بتاعته جاهزة، تخطفها من قدام البيت، نازلة شغلها تخطفها من قدام البيت والقضية بتاعتها متستفة وجاهزة. هو انتوا ليه ما عندكوش كرامة ولا شرف؟ اعملوا حاجة واحدة بس تخلينا نبقى عليكم. وقت لما بتقعوا في ايدينا ووقت الجد هتقلبوا كلكم نسوان. وبإذن الله الثورة قادمة، وثورة النظافة احنا هنسميها ثورة النظافة عشان انتوا عايزين تنضفوا. يا اسم الدخيل احترم نفسك، يا وزير الداخلية خلي عندك كرامة إذا كان باقي عندك لسه شوية كرامة، وبطلوا تلفيق تهم للناس الأبرياء والغلابة. ومش كل واحد يطلع يكشف فاسد فيك وتلفقوا له قضية. احترم نفسك يا وزير الداخلية، وشوف البنت الطفلة ديت ما تضيعوش مستقبلها عشان انتوا ناس تافهة. الثورة مستمرة واحنا هناخد حقنا من حباب عينيكم.